طبعا صباح الخير او مساء الخير على حسب وصولك الفيديو. معاكم محمد اشرف وبرنامج خمسه كوره، والنهارده طبعا هنتكلم عن اللي حصل في الدوري الانجليزي في الجوله الخامسه. ليفربول قدرت تكسب الديربي قدام ايفرتون، وتشيلسي غلبت من مانشستر يونايتد 2-1 في ماتش كان فيه جدل تحكيمي وغباء من المدربين الاثنين. وطبعا كان قمه الجوله والمين ايفنت في الجوله عامه كان ماتش ارسنال ومانشستر سيتي. طبعا في الاول وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول. معاكم محمد اشرف وبرنامج خمسه كوره، ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. ما فيهوش كلام كتير، انت ممكن تلخص ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي في جمله واحده: غباء مدربين مع قرارات تحكيميه هي صح بس بوظت الماتش. يعني الماتش كله اللي اتلعب يعتبر اربع خمس دقائق، بعد كده طرد سانشيز يعتبر خلاص. فانت في فرقه بتلعب 10 لعيبه وفرقه بتلعب 11 لعيب، والفرقه اللي بتلعب 10 لعيبه 10 لعيبه المدرب قرر ان هو يذبح الفرقه. فاهم اللي هو ايه؟ انا مش هلعب كوره هنا. فاهم اللي هو لا انا هسحب استيفاو وانزل الحارس، وبعدها هسحب بيدرو نيتو، وبعد كده هسحب بالمر. الله اعلم بالمر مصاب ولا لا، بس فاهم هو سحب كل الحلول الهجوميه الموجوده عنده في الفرقه. تمام. والفرقه الثانيه مدرب مصمم على طريقه لعب معينه، طريقه اللعب دي اثبتت فشلها في اكتر من مره، وطريقه اللعب دي بتغرق الفريق وهو برده مصمم عليها. فده زي ما بقول لك كده، ده لو يعني هتلخص ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي في جمله واحده، هي الجمله دي هتبقى ادق حاجه تتقال: غباء مدربين ومع الاخطاء التحكيميه. طبعا اتكلمنا ده في اكتر من مره، واتكلمنا يعني في كتير ان اموريم نفسه هو مصمم على فكره، والفكره دي ما بتاكلش عيش دلوقتي في الدوري الانجليزي. فكره ان انت بتلعب بثلاثه ورا وبتلعب باثنين في نص الملعب اللي هم برونو وكازيميرو، وقدام ايا كان بقى الموجود، هو كان بيلعب بمبيمو وسيسكو وماينو، ايا كان اللي بيلعب قدام انت ما تفهمش يعني. فاهم ملعب الاولد ترافورد؟ تمام. وتبقى الاندر دوج، ما ينفعش. انت لازم تاخد يعني فاهم تبقى عندك شخصيه في الفريق، لازم تبني شخصيه للفريق بتاعك، لان انت اللي بتعمله ده ما ينفعش. انت النهارده تشيلسي مطرود منها واحد حلو وانت غالب 2-0، دوس، هات التالت هات الرابع، لازم تدوس، لازم تبني شخصيه للفريق. المكاسب دي لما تقدر تكسب فريق زي تشيلسي وفريق منافس ليك على التوب فور، لان ما نكذبش على بعض، مانشستر يونايتد هو لو دخل توب فور السنه دي هتبقى انجاز ليه كمان. يعني ده توب اتشيف كمان يعني للحاجات اللي هو كان بيحطها اول السنه. النهارده لما تكسب فريق، ايوه هو مطرود منه واحد وانت اتطرد منك واحد، بس انت كنت جاب الطرد بتاع كازيميرو ده، ممكن كنت تجيب الثالث وممكن كنت تجيب الرابع كمان. انت لو كنت تقدر تكسب فريق مباشر ليك بينافسك على المراكز بتاعت التوب فور او المراكز المؤهله لدوري الابطال عامه، انت بتدي رساله حتى للعيبتك: لا احنا جامدين، لا احنا نقدر. لكن انا بعد ال 2-0 شفت نسخه باهته من مانشستر يونايتد قررت ان هي ترجع وتسيب الكره لتشيلسي في فرقه مدرب قرر ان هو هذبح كل الحلول الهجوميه بتاعت اللي موجوده في الفريق. هو حرفيا ذبحها. يعني فاهم، سحب استيفاو، سحب جواو بيدرو، سحب كول بارمر، سحب كل الحلول الهجوميه. يعني هو ساب لك جواو بيدرو بس، وانزو وكايسيدو، وحتى مع احترام الناس اللي نزلت يعني مش هتبقى بنفس جوده الناس اللي كانت موجوده. انت كنت المفروض تسيبها. انت بعد الطرد كنت المفروض هتسيب جواو نيتو. انت بعد الطرد كنت المفروض تسيب جواو نيتو عشان انت كنت المفروض تقرر انت تلعب على التحولات، فهو الوحيد اللي كان هيقدر يفيدك قدامه. كنت ممكن كمان تسيب استيفاو انت عشان هو برده حريف، وهو لوحده على واحد هيعدي فهو هيفيدك. انت كل بارمر انت غالبا بتلعب بيه هو مش سليم 100%، فانت تبدا بيه ليه؟ لما انت تقرر تسحب بعد 20 دقيقه، لما انت اصلا عارف ان هو ممكن ما يكملش الماتش، كنت بدل ما كنت تسحب استيفاو او تسحب جواو نيتو، كنت قرر ان انت تسحب كول بارمر وتسيب الاثنين التانيين على جال هيجيب لك حل هجومي قدام. لكن انت قررت اللي هو لا انا هسحب كل الناس دي. فاهم؟ فزي ما بقول لك هي الجمله دي بتلخص الماتش: غباء مدربين. انا بكرر الجمله دي كتير عشان انا الماتش ده مستفزني. فاهم؟ وما بحبش المدربين اللي هم بيثبتوا على نفس الفكره، اللي هو انا بكسب بخسر مش هتفرق، انا مقتنع بحاجه انا همشي بيها. فاهم؟ ودي مدربين ما بتكملش كتير، ومنهم اموريم. عامه اموريم لو ما قررش ان هو يغير الفكره اللي هو بيلعب بيها دي، سواء بقى ان هو بالثلاثه ورا سواء بخلطه نص الملعب، دي هيبقى مصيره زي مصير هيك. يعني فاهم اللي هو لسه جاب لك ومنقاد جاب لك على طول. فاهم؟ المدرب اللي جاب لك على طول ماشي بنفس الطريقه، فاحنا ما بنتعلمش، فبناخدش خطوه لقدام. بس ففي الاول وفي الاخر
طبعا فوز مهم لمانشستر يونايتد بيخليه مانشستر يونايتد خليه يجرب من مراكز التوب 4 او التوب 5. عامه هو لسه برضه في المركز غالبا التاسع، بس على الاقل برضه هيديك معنويات ان انت تقدر تفوز على فريق زي تشيلسي. في الاول وفي الاخر الدوري لسه طويل، لسه كل حاجه هتبان قدام، لسه اصلا اتلعب 5 جولات بس، لسه ما حدش عارف مين اللي هينافس على الدوري، لسه مين اللي هينافس على التوب فور. زي الايام دي السنه اللي فاتت تشيلسي كان بيهبط يعني، فاهم؟ بعد كده في الاخر خالص خلص توب فور. بس ده كان كلامنا عن مانشستر يونايتد وماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي. نخش طبعا على الماتش الثاني، هو ماتش ايفرتون وليفربول. بعد ماتش ليفربول بتتكلم عن ان هما ازاي فريق بيكسب في البلاس 90، وازاي الفريق اداؤه وحش، وازاي وارنو سلوت ده مدرب فقاعه. وهو السنه اللي فاتت بس عشان المدربين كانوا يعني، كانت الفرق كانت واجع، السيتي كانت واجع، وارسنال كانت ما جابتش المهاجم والاصابات والبتاع ده، وارنو سلوت مع اول اختبار هيفشل. يعني الناس بس ناسي حاجه مهمه، يعني انت في التشكيله الاساسيه بتاعت ليفربول انت الباك اليمين متغير، الباك الشمال متغير، نص الملعب مركز 10 متغير، المهاجم متغير. فانت في 5 لعيبه او 4 لعيبه موجودين من التشكيله الاساسيه بتاعت السنه اللي فاتت ما بيبقوش موجودين. فدي هتاثر على الفريق قدام. الفريق ماشي خطوه بخطوه، يعني هو ماتش بورنموث لعب كويس تمام يعني، فاهم اللي حصل في الاخر ولخبطه الدفاع دي برضو يعني هنعديها، بس هو كان اداؤه كان كويس. ماتش بيرلي كان زي الخرا، ماتش ارسنال برضو كان وحش، ماتش نيوكاسل نفس الكلام. بس ماتش اتلتيكو وماتش اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده ماتش ايفرتون، هما الفريق يعني ابتدى اتلتيكو ماتش ايفرتون الفريق ابتدى يقول، ابتدى يروح بفرص، ابتدى يخلق. وما تنساش برضو ان انت كمان مع ال4 لعيبه اللي متغيره دي انت نجم الفريق يعتبر لسه ما بداش الموسم. يعني مع احترامي كله، صلاح مقدم يمكن اسوأ موسم ليه مع ليفربول من ساعه ما بدا، من ساعه ما راح اصلا. انا ما شفتش مستوى سيء لصلاح قد المستوى ده. غالبا هو عارف ان هو كده بطوله افريقيا اللي جايه، فهو ممكن يكون يقول لك ايه، انا هغير الجرفه، انا مش هبدا جامد عشان اللي هو ايه، هروح بقى اطلع كل طاقتي في افريقيا ان شاء الله وناخدها السنه دي بس. وده اتمنى اللعيبه متغيرين على التشكيله الاساسيه، لسه داخلين ما دخلوش مع الفريق ولسه ما انسجموش. نجم الفريق مش في حالته، خط دفاعك مش في حالته، احسن لعيبه عندك في خط الدفاع فان دايك مش في احسن حالته، وكوناتي بسبب مشاكل العقد بتاعه ولسه ما اعرفش انا هيجدد ولا لسه هروح مع ليفربول، فهو مش مركز في الماتش. كل دي حاجات بتاثر عليك كفريق. يحسب لسلوت ان هو اصلا بعد ال5 ماتشات دول او ماتش دوري الابطال ان هو واخد العلامه الكامله في الدوري وكسب ماتش الابطال. سلوت لعب ماتشات صعبه في اول الموسم، ماتش نيوكاسل ماتش صعب، ماتش ارسنال ماتش صعب، ماتش النهارده ايفرتون ماتش ديربي ورخم، ماتش اتلتيكو في دوري الابطال ماتش رخم وصعب. وكل الماتشات دي قدر يكسب فيها، ايوه مش باحسن اداء بس في الاخر قدر يكسب. في اول الموسم اهم حاجه اللي انت تاخد نقاط، كده كده الاداء هيجي. فزي ما بقول لك هو المحصله في الاخر ايه، ان هو واخد 15 بونت في الدوري وفارق ب5 نقط على اقرب منافس ليه اللي هو ارسنال، وفي دوري الابطال كسب ماتش صعب وماتش رخم قدام فرقه رخمه تقيله زي اتلتيكو مدريد. ايوه اتلتيكو مدريد مش في حالتها، بس اتلتيكو مدريد قدام الفرق الكبيره فرقه صعبه وفرقه رخمه وفرقه قادره ترخم عليك عادي جدا. بس في الاول وفي الاخر ليفربول ماشي باداء تصاعدي، وكل ماتش بيعلى عن التاني، وكل ما اللعيبه الجديده اللي جابها هتبدا تخش في الفريق كل ما الفريق هيعلى اكتر. ده فنصبر على فريق ليفربول، هو سلوت عارف هو بيعمل ايه. وبعدين يعني انا عايز اقول لك على حاجه بس، يعني فاهم كلوب كان بيلعب 6 فوتبول، والراجل في الاخر قعد 8 سنين في النادي، مشي بعدها مجنون عشان خسر 2 دوري فرق نقطه من جوارديولا، وخسر 2 دوري ابطال قدام ريال مدريد. كان في ماتش فيهم كورتوا قرر لا ما حدش هيجيب جوان هنا، فاهم؟ فمعلش يعني هو المدرب عارف انا بلعب حلو بلعب وحش، انا خدنا ايه من اللعب الحلو؟ ما كنا بنخسر البطولات، لا يا عم انا العب وحش واكسب البطولات احسن. بس ففي الاول وفي الاخر نصبر على فريق ليفربول، هو الفريق زي ما بيقولوا كده الاداء هيجي عامه. الفرق كلها عامه بعد التوقف الدولي الثاني تبدا بقى تحكم على الفريق ده حلو ده وحش ده مش عارف ايه، عشان خلاص بقى انت قعدت 3 شهور، انت قعدت ربع الموسم كامل، فاهم؟ خلاص قعدت مع الفريق، حتى العناصر الجديده بتاعتك ابتدت تنسجم في الفريق او انسجمت خلاص، فنبتدي نحكم بعد التوقف الدولي الثاني. بس في الاول وفي الاخر ليفربول بتعرف تاخد اللي هو عايزاها، ليفربول بتكسب النهارده طبعا ايوه ماتش رخم وكان ممكن يخلص بتعادل، بس في الاول وفي الاخر هي كسبت.
فالنتيجه النهائيه ايه؟ ليفربول 15 نقطه من 5 ماتشات، 5 فوز، وتاني واحد بعديها على طول ارسنال اللي داخلين على الماتش بتاعه على طول هو والسيتي، بعديه ب 10 نقط، فرق 5 نقط. فهو الراجل عامل اللي عليه وزياده، ايا كان بقى الطريقه، ايا كان هو بيلعب كويس هو بيلعب وحش، هو كخه بخه، اهم حاجه انا بكسب. بس دي اهم حاجه في الاول وفي الاخر. خلصنا من ليفربول، نخش بقى على كان اهم ماتش في الجوله، ماتش طبعا على السكه وعلى الدغري. انا الكوره شفت فيها حاجات كتيره يعني فاهم، تخليني اقول يا انا كنتش اتوقع ان ده يحصل فاهم. لكن في يوم واحد جوارديولا يقرر ان هو لا، انا هسحب كل الحلول الهجوميه بتاعتي وهنزل مدافعين وهركن الباص فاهم قدام ارسنال، واللي يلعن ميتين السكس فوتبول اللي احنا بنلعبها واللعبه مش انا اللي مخترعها، يلعن ميتين امها فاهم. خلاص انتوا يعني انتوا قفشتوني ومش فاهم، وخلاص اللي هو وبتلعبوا عليا مان تو مان وانا مش هعرف ابص. طب حلو، انا هلعب لكم بقى اللي ايه كره اجل فوتبول. وان فليك شوط كامل ما حصلش فيه مصيدة التسلل واحده، ده فاهم يوم القيامه جرب فاهم، يوم القيامه حرفيا جرب. بس خلينا ماتش برشلونه ومدريد، في على فكره فيديو تاني هينزل للدوري الاسباني لما بنتكلم عن ماتش برشلونه وماتش مدريد، هتلاقيه بعد ده بحوالي 3 4 ساعات ان شاء الله يعني، ده لو صورته. بس فنرجع للماتش، سيب جوارديولا للاخر عشان في كلام كتير. بس انا عايز حل سلوت لمستر ميكيل ارتيتا. يا اسطى انا عارف والله العظيم بجد اللي انت كنت بتلعب كوره حلوه وما كسبتش، فانت قررت تعاقب جميع جماهير ارسنال ان هو انا مش هلعب كوره، انا هلعب اي حاجه تخليني اكسب. ومعاك انا لسه جاي الكلام ده على سلوت، بس مش لدرجه اللي انت تبقى نازل على ملعبك حلو، وبثلاثي نص ملعب ديكلان رايس ومورينو وزوباميندي تمام، وبتلعب قدام بتروساد ومدويكي وجوكيرس، وانت معاك على الدكه جنبك ايفي. ساكا سيبه مصاب ما عنديش مشكله، ايفي واوديجارد والجماعه دول يا اسطى ونوايري يا اسطى يا اسطى بس افهمك على حاجه، والله العظيم والله العظيم عادي انت ممكن تلعب كويس وتكسب برضه عادي، تكسب البطولات في الاخر تمام. لكن اللي انت بتعمله ده عبط فاهم. انت لما نزلت ايزي الشوط الثاني عمل واحده وده مارتينيلي جاب جول فاهم، مع كمان التكتل الدفاعي اللي كان عامله السيتي اللي احنا جايين له عامه. بس يعني صباح الفل يا اسطى يا اسطى بالله عليك عايزين نلعب كوره فاهم. يعني حرام انت دي لك 6 7 سنين بترمي الصبه، عايزين نطلع الدور الثاني بقى فاهم. وانت كنت ماشي كويس وكانت الدنيا تمام، معرفش ايه اللي حصل، معرفش ايه اللي حصل. معلش ما اكذبش عليك يعني، يعني انا هضرب مثال ببرشلونه. يعني هو الفتره اللي فيها ارتيتا دلوقتي مع ارسنال بتفكرني بالفتره اللي كان فيها مع تشافي. الفريق مش هيعمل اكتر من كده، هو الفريق جاب اخره معاه، هو ارتيتا كمدرب مش هيقدر يديك في الفريق اكتر من كده فاهم. لازم نتنقل لمرحله فليك، لازم مدرب كبير بخبرات كبيره اللي يعرف هو اللي يجيب البطولات. واعتقد يعني اعتقد نغمه خلاص ان انا كل سنه بنافس ونديله فرصه تاني ما بقتش حاجه قوي السنه دي، مع انك انت جبت مهاجم فاتشه فاهم، وباين عليه مهاجم عبيط وداروين نونيز جديد وبتاع، وانتم ما بتحرموش من اللعيبه اللي بتجيبوها من الدوري البرتغالي دي. بس يا عم ما علينا. انا لو بقول لك باين عليك اللي انت اصلا برضه حتى جبت مهاجم فاتشه على راي طيب الذكر فاهم، ومهاجم مش شغال، ويعني انا مش فاهم تمام. يعني انت دلوقتي ولا حتى كاي هافرز اللي هو المهاجم اللي بيسقط وابتدى نافع معاك، ولا المهاجم المحطه نافع معاك اللي بيجيب اجوان فاهم. انت بتقرر تلعب لما بتلعب كاي هافرز بتبقى عايز تلعب له عرضيات وعايزه يبقى مهاجم محطه، ولما بتلعب بيوكيرس بتبقى عايزه يطلع بره الملعب وهو ما بيعرفش يعملها، هو اصلا مهاجم بتاع ده راس ماله على التحولات. فانا مش فاهم انت عايز ايه. وبعدين يعني انا مش فاهم برضه يعني يا اسطى احنا ارحمنا فاهم اللي هو ايه. يعني اقعد مع نفسك كده او استحمى فاهم، واعرف انت عايز ايه، عشان احنا خلاص فاهم اللي هو ايه، نغمه ان هو خلاص بقى كل سنه بينافس وكل سنه مركز تاني وانا قبل نهائي دوري الابطال وبتبقى واقفه على بسيط. اصل انا لو جبت ما جبنا المهاجم فاهم، ده احنا جبنا المهاجم وجبنا الجناح الشمال وانت ما بتلعبهمش، فصباح الفل يعني. فانا مش فاهم اللي بيحصل. يخش بقى التاني على الاجرع غالبا اللي اتعفرت فاهم اللي هو غالبا بيجي مجنون رسمي فاهم اللي هو. يعني هو جوارديولا قال لك مش انا يابا بابا الشغلانه وانتوا قاعدين تقولوا لي لعبه موضوعي وتيكي تاكا
واستحواذ وبتاع وانتوا بتضربوه وهو اللي دلوقتي والدنيا مش ماشيه. طب حلو، قال لك ايه؟ انا هجيب مرموش. طب انت تجيب مرموش تعمل بيه يا اسطى؟ هجيب مرموش وفي الصيف هروح اجيب رايندرز وشرقي وهجيب حارس ما بيعرفش يباصي حتى. طب انت عايز تعمل ايه؟ قال لك انا هلعب على التحولات. جوارديولا بجلاله قدره هيلعب على التحولات. طب يا عم ماشي، طالما بتكسب هتلعب على التحولات، قشطه تمام. النهارده بدأنا الماتش، فاهم اللي هو ايه؟ هالاند عند ال 18، فاهم، بتاعت ارسنال او ال 18 بتاعت السيتي اصلا، فاهم، وراح قطع الكوره وراح بصها الرايندرز وجري. يعني هالاند انا هجيله في الاخر عامه وجري. هالاند ده بثانيتين بقى عند الجون وراح راندز مديله الكوره وراح جايب جون. قال لك حلو، جبنا جون من تحولات اهو تمام. اسحب لي بقى كل المهاجمين دول، انا مش هنلعب كوره النهارده، انا هركن لكم الاتوبيس. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جواه. تخيل بيب جوارديولا اول من اسس اللعب التموضعي، واول من اسس ان لازم نسبه الاستحواذ بتاعتك تبقى 102%. نسبه الاستحواذ بتاعته في الماتش النهارده كانت اوجات بتوصل ل 32%. يا جدعان والله العظيم غالبا القيامه هتقوم. بس انا بحترم المدربين، يعني انا كلمتك على امونيم اهو وقلت لك اللي هو مدرب بيفضل ماشي بالخطه بتاعته حتى لو غلط وبتاع ده، وفي الاخر المدرب ده بينتهي. مورينيو مثلا دلوقتي، فاهم، مورينيو قال لك لا انا مش هطور من خططي، انا بحب الكلاسيك الدفاعي البتاع ده بقى، كل شويه بيقولوه من حته، فاهم، انحدرت بيه الدنيا. بيدرب روما وجالاتا السراي وبنفيكا دلوقتي، مع احترامي طبعا لجماهير الثلاث فرق. سلوت زي جوارديولا اللي هو ايه، انا عادي، فاهم اللي هو ايه، جوارديولا قال لك هي مش ماشيه، طب انا هطلع لكم الاجل بقى اللي جوايا. مش هي ماشيه اجلي، طب انا هوريكم. جدا من المدربين ان هو بيطور فكره، اللي هو انا مش هجف انتوا، يعني فاهم، عملتوا خطه عشان تضرب الخطه بتاعتي، طب انا هفاجئكم بخطه جديده وادينا قاعدين مع بعض وهنرز في بعض عادي، فاهم. انا ما يعني فاهم، انا كنت زي ما بقول لك اتوقع اي حاجه تحصل في الكوره ان جوارديولا يلعب يركن الاتوبيس ورا، فاهم اللي هو ايه، هرصل 11 لعيب وقال لك مفيش حد هيلعب هنا، شفتوا رايحين فين بقى، فاهم. دي نجله دي، يعني احنا فاهم، مش دي صدمه. بس الراجل النهارده كان هيقدر يكسب ولولا غلطات بسيطه بس، لان برضه يعني فاهم اللعيبه مش بتاع اللعيبه. يعني متاكد 100% ان اللعيبه اول ما جوارديولا عطى تعليمات ان اللعيبه دي كلها ترجع او يحصل لها ايرور، فاهم اللي هو يا اسطى احنا هنرجع ندافع ورا وهنسيب الكره؟ يعني احنا مش هنقعد دلوقتي نقعد نباصي 1000 باصه وبتاع ده لا، اول ما تجينا الكره هنطفشها. تمام، براحتك انت الكوتش وانت براحتك. بس ففي الاول وفي الاخر الماتش طبعا خلص بتعادل، والمستفيد الوحيد في الماتش النهارده هو ليفربول، يعني فاهم، الفريق الوحيد اللي استفاد من الجوله دي هو ليفربول. يعني كمان مع تعادل توتنهام، ف بيجي اقرب من زي ما قلت لك اقرب منافس لليفربول في المركز الثاني هو ارسنال، فرق 5 نقط. فهو يعني الجوله دي كانت بالصب كلها في مصلحه ليفربول. في الاول وفي الاخر انا لسه بقول لك الدوري الانجليزي لسه بدل عليه، لسه ملامح المنافسه اصلا ما حدش يعرف عنها حاجه. مش هنقدر نحكم غير بعد التوقف الدولي اللي جاي اللي هو في شهر 10 كمان لسه. خلي بالك انت، خلي بالك في شهر 12 ليفربول هتفقد اهم لعيبه عندها اللي هو صلاح، رايح افريقيا. فهتلعب وفي فتره مهمه من غير اهم نجم عندها في الفريق. وما اعتقدش، والسيتي برضه هيتاخد منها ايه نور وهيتاخد منها مرموش. وارسنال ما اعتقدش ان في عندها لعيبه افارقه كتير، حتى كان توماس بارتو مشي، ما اعتقدش ان في لعيب افريقي موجود دلوقتي في ارسنال. فالفتره دي كمان هتحدد مين اللي، يعني ارسنال ما فيهاش لعيبه افارقه، لكن السيتي فيها مرموش وايه نوري، الاثنين هيروحوا. فده هتحدد برضو مين اللي هينافس في الاخر. وصلاح كمان هيبقى ليفربول اكتر فريق متضرر، لان انت تاخد منه نجم الفريق، فاهم. وما اعتقدش ان صلاح هيرجع نجم الفريق تاني، لان انت عارف صلاح بعد ما يخسر افريقيا هيرجع ازاي. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي الشخصي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات ليوصلك جديدنا اول باول. كان معاكم محمد اشرف في برنامج 5 كوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.